بسم الله والابن والروح القدس اله واحد امين. تحل علينا نعمته وبركته من الان والى الابد امين. الصلاه اللي احنا صليناها سر مسحه المرضى، سر من اسرار الكنيسه السبعه، مهم قوي ده لشفاء امراضنا الروحيه والنفسيه والجسديه. يعني احنا بنيجي دايما بيسوع المسيح هو طبيب ارواحنا وانفسنا واجسادنا. الانجيل اللي سمعناه النهارده كان من انجيل معلمنا ماري يوحنا الاصحاح الثامن. في آية مهمة قوي النهارده ربنا بيقولها لي وبيقولها لكل واحد من حضراتكم. ربنا قال لي اللي ركز في الإنجيل النهارده كان بيكلم ربنا الفريسيين، بيقول لهم إيه؟ أما أنتم فمن هذا العالم، وأما أنا فلست من إيه؟ لست من هذا العالم. ربنا النهارده بيقول لي وبيقول لحضراتكم أنا مش من هنا، أنا لست من هذا العالم. أنا مختلف عن هذا العالم تماما. الإصحاح الثامن بتاع إنجيل معلمنا يوحنا بيبتدي بإيه لو حد يفتكر؟ بيبتدي كان في ست مسكوها في ذات الفعل وقرروا ان هم يرجموها. ربنا عمل ايه؟ مسك بايده كده قعد يكتب الخطايا على الارض. الناس اللي كانت بترجمها كل واحد شاف خطيه بيعملها المسيح بيكتبها له على الارض. اتكسف ومشي، قال لها اما داني احد انا ايضا لا اديني، اذهبي ولا تخطئي ايه؟ ايضا. عشان عايزين نعرف ازاي المسيح مختلف عن العالم هناخد امثله كده في كام دقيقه صغيره. اول حاجه العالم كله بيسعى ان هو يدين الاخر، بالذات في الزمن اللي احنا فيه ده هو السوشيال ميديا، واي حد بيغلط اي غلطه حتى لو غير مقصوده بتلاقي كل الناس هاجت عليه وكله عمال يشاور عليه ويدين فيه ادانه صريحه. يعني الفتره اللي احنا فيها دي ما حدش بيسمع اي حد، ابتداء من اكبر قامه في الكنيسه لغايه اصغر قامه كلنا بندين، وانا اولهم، كلنا بنقع في خطه الادانه. ربنا بيقول لنا انا لست من هذا العالم. العالم بيدين، العالم بيعري بعضه، العالم بيوبخ بعضه، انما انا بستر. اول فرق بين ربنا وبين العالم، ربنا بيستر على كل واحد فينا. العالم بيدين وربنا بيستر. عشان كده في صلاه الشكر اول حاجه بنقول نشكرك يا رب لانك ايه؟ سترتني. الستر من عند ربنا دي فضيله حلوه قوي ومهمه جدا. مره كده بابا شنود الله ينعم روحه قال كده تخيلوا لو ربنا امر ملاك واحد بس واحنا قاعدين كده مع بعض في الكنيسه، وامر الملاك ده كل واحد فينا يفضح الافكار اللي جات له من اول الصبح لغايه دلوقتي. اكيد حد فينا جاله فكر مش شرير، اكيد حد فينا الشيطان ضحك عليه في حاجه. تخيل لو كلنا اتفضحنا وكلنا بينا قدام بعض وانا اولكم، هتبقى حاجه صعبه جدا. فعشان كده ربنا بيقول لنا انا بستر، انا لست من هذا العالم. العالم بيدين انما انا بستر على اولادي عشان انا ابوكم السماوي واخدكم في حضني. عارفين الابن الضال الاب لما جري على ابنه عمل ايه؟ حضنه. ليه حضنه؟ لان اللي كان بيطلع بره طوع ابوه كان الشريعه ساعتها لازم يترجم. انت لو لسه ابوك الحيره وطلعت بره طوع ابوك يترجم. الاب حضنه علشان يستوره، اي حد هيجي يرجمه الطوبه هتيجي في مين؟ هتيجي في الاب والابن السليم. هو ربنا بيعمل معانا كده طول ما احنا عايشين، يسترنا علشان ما نتفضحش، مع اننا نستحق الفضيحه، بس ربنا حنين، ربنا مراحمه علينا ايه؟ مالهاش نهايه. يبقى ده اول سبب، ربنا بيستر وربنا انما العالم بيدين. كلنا عارفين قصه الامار لما مره راح قالوا له كده الحق ده في راهب، في واحده دخلت عنده الملايه وهنمسكه ذات الفعل. قال لهم طب اصبروا شويه، انا هقدم شويه وانتوا بعد 5-6 دقايق يهجموا عليه ونمسكه ذات الفعل ونفضحه قدام الناس كلها. طبعا عمر ما كانش عايز يعمل كده، سبب ودخل للراهب وقعد يوعظ الراهب والست اللي معاها لغايه ما قدم له توبه وقال لها طب تعالي بقى اقعدي جوه مقبول العجين ده ودخلها جوه مقبول العجين وقاموا قعد فوقيها. جم بقى الرهبان فتحوا الباب، ها فين؟ قالوا دوروا ما لقوش اي حاجه. كلهم قالوا اخترنا وضربوا المطانيه وخرجوا. وبعد كده المقار ادى وعظه كمان، كمل الوعظه بتاعته، والراهب واللي كانت واقعه في الخطيه قدموا توبه وبعد كده سابهم وخرج. اول ما خرج لقى صوت من السماء قالوا له طوباك يا مقار لانك تشبهت بمين؟ بسيدك الذي يستر خطايا كل البشر. يبقى اول اختلاف لو انا هدين اعرف ان انا انسان غير مسيحي. احنا بنتكلم عن المسيح واحنا كل واحد فينا اسمه انسان مسيحي. انا واخد على صوره الله ومثاله، فلازم انا كمان اعمل كده. لو هدين يبقى انا من العالم، لو هستر يبقى انا من ايه؟ يبقى انا انسان مسيحي. تاني اختلاف مهم جدا، العالم ده بيقول لك ايه؟ انا اهتم بمين؟ اهتم بالراجل الغني، اهتم بصاحب الشركه، اهتم بعضو مجلس الشعب، اهتم بواحد في القضاء، اهتم بواحد في الدوله، حد يكون مهم او حاجه زي كده. هو العالم بيقول كده هو. العالم بيقول كده هو انا بهتم بالناس المهمه، انا بهتم بالناس الناجحه، انا بهتم بالناس اللي ليها نفوذ. هي ده اهتمام العالم.
يعني عارفين لو احنا قاعدين في قعده كده اهو وجالنا واحد بقى ضابط كبير او مركز في الدوله، هيقعد فين؟ هيقعد فين؟ اول صف، لازم هو العالم كله كده اهو. ولو جه واحد فقير ولا حاجه ولا واحد غلبان يقول له لو سمحت يعني اقعد ورا شويه. العالم بيعمل كده اهو. طب ربنا بيعمل ايه؟ ربنا يقول لك كده اهو، في ايه حلوه جدا يقول لك كده اهو ايه؟ اما اختار الله فقراء هذا العالم اغنياء في الايمان وورثه للملكوت. انت يا رب اخترت الفقراء؟ مش بس كده، يقول لك ما هي جميل قوي. اختار الله جهال هذا العالم ليجزي الاقوياء. اختار الله المزدرى وغير الموجود ليبطل بهم الموجود. معايير ربنا مختلفه. ربنا لست من هذا العالم. الفقير والغني، احنا دلوقتي في الصوم الكنيسه بتقدم لنا يوم بعد 48 ساعه يوم الاحد كلنا هنتذكر مين؟ معجزه مين؟ المخلع. المخلع ده كان ايه؟ واحد قاعد ولا حد يعرفه، راجل غلبان ملوش، يعني انا اسف بتعبير البشر، ملوش لازمه، ملوش قيمه، بتعبير البشر كده. المسيح راح لغايه عنده واداله القيمه واداله الكرامه لان ربنا بيهتم بالفقراء. راجل بائس، راجل ملوش حد، يعني حتى بفكر في نفسي يا رب، يعني انت لما شافيته مين هيص المخلع ده؟ ولا حد، ولا حد يعرفه، ولا حد مهتم بيه. انسان بائس، انسان فشل 38 سنه، كل ما يحاول يرمي نفسه مش عارف يوصل. انسان بائس، انسان وحيد، انسان تعبان روحيا وجسديا. ربنا يسيب كل دوت ويديله الشفاء. هو كان مين اللي بيعمل الشفاء؟ اول واحد بينزل البركه، صح؟ ربنا خلى اخر واحد هو ياخد بركه اول واحد ينزل البركه. عشان كده سامحوني احيانا لما ناخد البركه لما نيجي نتناول بلاش نتسابق نبقى الاول. احنا ولاد ربنا، احنا من هذا العالم. اختار الله فقراء العالم لينقذ بها الاقوياء. المراه السامريه سمعتها وحشه والناس كلها بتقعد تحدف عليها كلام زي الدبش. ربنا راح لغايه عندها وغيرها. زكا هنشوف يوم السبت قبل حد الزعل، سمعته وحشه، الناس كلها ما بتدوش لما كان بياخد اكتر من حقه. ربنا يوقف الغيصه دي كلها ويقول له النهارده يا زكا هكون معاك في البيت. اليوم حصل خلاص لهذا البيت. واحد اسمه بارتيماوس، واحد اعمى شحات، وربنا ماشي وسط ناس كتيره جدا، يا ابن داوود ارحمني، يا ابن داوود ارحمني. ربنا يعمل ايه؟ يوقف الناس دي كلها عشان مجد واحد شحات غلبان نادى عليه. بس هو ده، هذا هو محل اهتمام الله. الفقراء والمساكين والوحيدين والبائسين والفاشلين وكل من له صفات نفس. ربنا يقول له انت محل اهتمام. ولكن العالم يهتم بالناس النظيفه، يهتم بالناس الغنيه، يهتم بالناس اللي ذو مركز، يتقرب ليها ويتودد ليها. والراجل الغلبان يا عم انا مش فاضي لك بقى، انا عندي دنيتي يعني. عايزين نعرف ان احنا النهارده لسنا من هذا العالم. ثالث سبب كمان، العالم يقول لك ايه؟ العالم يقول لك الحريه عباره عن ايه في العالم؟ حد عارف؟ الحريه في العالم اعمل كل انواع الشهوات والخطايا اللي انت عايزها. امريكا وبره واوروبا يقول لك انت انسان حر. القانون بتاع الدوله يسمح لك غصب عن اي حد ان انت تعمل كل حاجه. حتى لو عايز تبقى انت راجل تبقى ست، حق. ست عايزه تبقى راجل، حق. يعني سامحوني دلوقتي لما حد بيبدا ابلكيشن في كندا بيطلع له عندنا يقول لك الاختيارات نوع ايه؟ كلنا عارفين ان نوع ذكر او انثى. دلوقتي يعني انا اسف يعني بقى في 6 انواع. فيعني وصلت الخطيه والشيطان اشتغل في كل العالم. ليه؟ يقول لك ده الحريه. ولو اب كان هناك قال لهم لا ربنا ما قالش كده، سهل جدا ان هم يحبسوه، يعني ده ضد القانون. قد ايه الشيطان بلغ ان هي ديت الحريه. فاحنا لازم، احنا لست من هذا العالم. طب الحريه ايه يا رب؟ ربنا يقول لك كده الحر هو اللي مفيش خطيه تملك عليه. لو مفيش خطيه تملك عليا يبقى انا انسان حر. مفيش سجاير تملك عليا يبقى انا حر. مفيش خطيه ادانه تملك عليا يبقى انا حر. مفيش غضب وذات وبر ذات وانا عايز اكون احسن من نفسي، عربيتي احسن حاجه، شقتي احسن حاجه، ولادي احسن حاجه، يبقى انا حر. ربنا يقول لنا الحر اللي ما تخليش خطيه تملك عليه. لكن العالم الحر اعمل كل انواع الشهوات، اعمل كل انواع الخطايا. ادي الفرق بيننا وبين مين؟ بين العالم وبين ربنا. عشان ربنا النهارده بيقول لنا واحنا داخلين خلاص اسبوعين ونخش على اسبوع الالام، خلي بالكم بيقول لي ويقول لكل واحد فيكم لسنا من هذا العالم. احنا لينا اهتمام بالسماء. مالناش اهتمام بالاكل والشرب والبيوت والفلوس والكرامه والذات وانا فلان قال لي واخد حقي منه، مالناش الكلام ده كله. لسنا من هذا العالم. العالم كمان يقول لك الفهلاوي اللي يقعد ويريح نفسه وكل الناس الثانيه تتعب. تلاقي واحد يقول لك انا في القسم عندي في الشغل انا بخلص اموري، انا سبت الشغل كله لزمايلي. العالم يقول لك كده الشاطر يستريح ويتعب كل اللي حواليه. صح ولا مش صح؟ ربنا يقول لنا ايه؟ لا. المسيحي فعلا جوه بيته يتعب عشان يريح كل اهل اسرته. الخادم يتعب عشان يريح المخدومين. الكاهن يتعب عشان الرعيه تستريح. عكس العالم تماما. العالم يقول لك يا بخت اللي عامل ايه؟ اللي عامل ايده كده ولا عامل ايده كده؟ اللي عامل ايده كده اللي بياخد. العالم بيقول كده اهو، صح؟
الشاطر اللي بياخد، الفهلاوي اللي بياخد يقول لك اشكرك انا يعني حاجه فرحت قوي. طب ربنا يقول لنا ايه في اعمال 20؟ حد عارف؟ مضبوط هو ايه؟ العطاء اكثر من ايه؟ ايه يا رب انت عكست الموضوع؟ ليه؟ لان ربنا لست من هذا العالم. لازم كلنا نعرف انا وحضراتكم ضعف البشر بننسى وبنتكعب ونهتم باشغالنا وتربيتنا وعيالها تتجوز وعيالها تشتغل والناس المهمه وبنسى اننا لسنا من هذا العالم. احنا موجودين في فتره غربه كام سنه وبعد كده راجعين لموطننا الاصلي. الشاطر فينا اللي يركز في موطنه الاصلي. لسنا من هذا العالم. العالم كمان يقول لك ايه؟ السيده وهي خارجه لازم تبتدي بقى تتجمل وتحط تشوف نفسها وتبص في المرايه وتتجمل بكل انواع الزينه الخارجيه، ولازم لو في موضه معينه لازم ان انا ايه؟ ابقى شغال فيها. طب ربنا يقول لنا ايه؟ زينه المراه منين؟ من الداخل. الروح الوديع هي دي زينه المراه. انا لو عايز اتزين المرايه بتاعتي هي ايه؟ الكتاب المقدس. اشوف انا بعمل ايه واقارن نفسي بالوصيه، هي دي الزينه بتاعتنا. عشان كده احنا مختلفين. اخر حاجه كمان العالم يقول لك عشان اطمن نفسي حوش قرشين، اعرف واحد مهم. ربنا يقول لنا ايه؟ تلاقيه مذكور بالقراءه كلنا في صلاه الغروب، الاتكال على الرب خيرا من الاتكال على البشر، الرجاء بالرب خيرا من الرجاء بالرؤساء. احنا مختلفين. الرساله النهارده اللي ربنا بعتها لي وبعتها لكل واحد فيكم، انت مختلف. حتى لو العالم كله بيقول حاجه احنا مختلفين. البابا اثناسيوس قالوا له كانت ساعتها فيها خطاب كتيره جدا، قالوا له انت بتقول ايه بس؟ ثالوث ايه وقدوس ايه ده العالم كله ضدك. قال لهم ايه؟ برافو عليك، انا ضد العالم. احنا كمان لازم نخرج من هنا، انا ضد العالم، انا مش مع العالم، انا انسان مختلف. السمكه الضعيفه لما بتقف في البحر الهواء يوديها كده، السمكه الضعيفه تعمل ايه؟ تمشي مع التيار، انما السمكه القويه تعمل ايه؟ عكس التيار. احنا كلنا اقوياء مش بنفسنا بل بالروح القدس الساكن فينا، روح الله القدس. ربنا يدينا ودينا ان احنا نحط في دماغنا ان احنا لسنا من هذا العالم، لان احنا المجد